مرة عم بحكي بمجلس مثل هاد، فحدا يقلد هذاك قلت له الله يزيدنا إيمان لواحد، أكثر من 1000 شخص كنا. قال لي أنا في إيمان أكثر منك ب1000 مرة وأكثر من الأمة كلها. قلت له الله يخلينا إياك يا رب وبارك لنا بحياتك ويزيدك إيمان. قال لي وفي أخلاق أكثر من الناس كلها جميعا. هذا شو بدي يقبل النصيحة يا أخوانا؟ وماسك الميكروفون قال لي حط الميكروفون ويلا نقلع من هون. حطيت الميكروفون نقلعت. شيء بيحزن مو؟ عادي بسيطة في سبيل الله. فلحقني واحد من دمشق، لا ما في مجنون، بكامل قواه العقلية، فمشى خلفي شخص حوالي 80 كيلو مترا من دمشق من هون. طبعا هاي الحادثة حدثت في قرية في بدرعا، فلحقني الرجل 80 كيلو متر بالسيارة. أنا معي سيارة مع واحد وهو لاحقني هذا الرجل. طبعا كل اللي كانوا بالعزاء خرجوا معي يعتذرون عن هذا الشخص. قلت لهم عادي يا أخوانا، يعني بزماناته أنا شكوت لأحد أهل العلم سوء تعامل بعض الناس معي. قال لي هل وضعوا سلل جزور على ظهرك وأنت ساجد؟ قلت له لا. قال لي هل كسروا أنيابك؟ قلت له لا. قال هل تفلوا في وجهك؟ قلت له لا. قال لي ما لقيت من الأذى شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا عليه سلا جزور، من يأتي بسلا جزور فلان ويضعها على رأس محمد وهو ساجد، الكرش والأمعاء والمصارين والأوساخ. جاء رجل ووضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجاءت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأزالت سلا الجزور عن ظهر أعظم مخلوق صلى الله عليه وسلم، وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم وتسيء لهم، وما استطاع واحد منهم أن يتكلم معها لصغري وكانت صغيرة السن. فقال لي هذا الرجل استشعرت بأني صغير والله. قال لي هل وضعوا عليك سلا جزور؟ قلت له لا والله. هل تفلوا في وجهك كما تفل في أطهر وجه عرفه التاريخ؟ قال لا. قال لي إذن ما لقيت من الأذى شيئا. فالناس صارت تعتذر مني وكذا، فأنا قبلت هذا الاعتذار، وعرضوا علي بعدها أن أكون خطيبا عندهم، وركبت السيارة ومشيت. بعد 80 كيلو متر لاحقني هذا الشخص، قال لي أنا من دمشق فقط جئت إليك يعني لأقبلك على هذا الخلق الحسن. أنا والله خلقي مو حسن، بس الله وفقني في هذه الحادثة أن أتعامل معه بهذه الطريقة. الله اللي بيوفق مو أنت، والله اللي بيعطيك قدرة على النطق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق فيك استيعاب الآخرين وامتصاص غضب الآخرين. تمام يا أخوان الكرام؟ ونحن والله بأمس الحاجة في مثل هذا العصر يعني إلى هذه الأخلاق الكريمة. تمام يا أخوان الكرام؟ الله يعلمنا يا رب ويفقهنا. ونحن اليوم كثير من خراب بيوت المسلمين سببه شدة الغضب. في مرة امرأة أو فتاة بيت زوجة الظاهر آذوها، فأجت زعلانة حردانة عند بيت أهلها، فالأب جالس تحت الفراش ومغطي حاله بالإحرام. شوفوا شلون استيعاب المواقف فن يا أخواننا الكرام، أن يستوعب الإنسان الآخرين. الله يرزقنا الحلم يا رب. فهذا الرجل حبت الزوجة والبنت أن يستفزانه مشان يروح ينتقم من هذا الزوج الذي طرد هذه الفتاة. فصاروا يتكلموا عن سيئاته وسوء أخلاقه. الأب سوى حاله ما نسمع عن شيء، حاطط راسه تحت الحرام وساكت. فما نفح الأسلوب، حبوا يعطوه جرعة أثقل لعله يعني يغير ويبدل ويستنفر. فقالت الأم للبنت احكي له شو قال لك، احكي له شو قال لك جوزك. قالت له بتعرف شو قال لي؟ قال لها شو قال لك؟ قالت له قال لي الله يلعن أبوكي. قال لها 100 مرة. انتهى الموقف ولا لا؟ بالله عليكم هذا الأب عاقل ولا لا؟ لو كان مجنون مثل ما بدها زوجته وبنته وراح قتله للزلمة وطلق البنت، مو بتم عنده طول العمر؟ مزبوط؟ مو بيخرب بيت بنته بسبب غيرته الغير منضبطة بالشرع، بسبب جهله الذي لم يقيد بالشرع؟ مزبوط ولا لا؟ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان له حديقة في المدينة المنورة، وكان جنود سيدنا معاوية تنزل على مزرعته، فبعث كتاب من عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان. ما قال له أمير المؤمنين لئن لم تمنع جندك من النزول إلى حديقتي لأفعلن كذا وكذا. طبعا يخاطب رجل يحكم 3 أرباع الدنيا. فمسك الرسالة وقال لابنه يزيد، قال له ما ترى أن أفعل في ابن الزبير؟ شو بعث لي رسالة. قال له أرى أن ترسل له جيشا أوله في المدينة وآخره في الشام.
حرزانة كل هالجيش مشان رسالة؟ قال له بتبعث له جيش أوله عنده وآخره عندك. هو في الشام وسيدنا ابن الزبير وين؟ في المدينة. قال له أو غير ذلك، في عندك حل غير هالحل هذا؟ قال له ما في غير هالحل. قال له أعطيني الورقة. قال لك أخذ الورقة فكتب على نفس الورقة حتى ما خسر ورقة: من معاوية ابن أبي سفيان إلى حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنت مبشر، أنت حواري النبي صلى الله عليه وسلم، سوف أمنع جندي من النزول إلى حديقتك، وعفى الله عما مضى، وأنت على عيننا وراسنا، شو بدك نحن جاهزين، وأنت كنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ولك مكانة عندنا. وكتب له الرسالة. وصلت هذه الرسالة إليه، انحلت المشكلة. قال له خذ الحديقة ولا عدمت هذه الحكمة. قال له لا ابنه، شفت شلون تبعت له جيش قديش بده أكل وشرب وسلاح هذا الجيش؟ ما خسرنا ورقة حتى، نفس الورقة بعثنا له إياها. فهذا الأسلوب يا أخوان الكرام كان يتمتع به المصطفى صلى الله عليه وسلم تمتعا شديدا. تمام يا أخوان الكرام؟ الله يعلمنا يا رب. هذا الرجل يقول: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة. العزة هي صفة إذا أصابت الإنسان طرد الله عنا هذه الصفة، تجعل الإنسان يرفض الحق ويرفض النصح ويرفض توجيه الآخرين. مهما كنت عظيما لست أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبل النصح. صح يا أخوان الكرام؟ ما في رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله قصص: ما أعظمك يا رسول الله، بس الكلمة هي فقط، ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عنده شخص، تخيلوا أنا ما بدي أضربها على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أطبقها على نفسي. هلا واحد يفز مثلا، يمسكني من هون يلولح فيه هيك قدامكم، قديش هذا المنظر ما نو كويس، وأنا أشعر بالذل. نفس الحادثة حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام. مسكوا واحد من رقبته هيك حتى أثرت حاشية الثوب في عنق المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني قد ما شد فيه أثرت الحاشية وين؟ في رقبته. وقال له: إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الدين منه دين، قصة وردت في الطبراني وغيره. قال له: أنتم أكالين حق. غضب الصحابة فزوا بده يضربوه كذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، ردوا له حقه. بعد ما ردوا له حقه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بس حاب أعطيك هالمعلومة. شوفوا الشخص الذي هضم نفسه صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر لنفسه. قال له عليه الصلاة والسلام: أنت جئت قبل الموعد ب3 أيام، نحن مو اليوم موعدنا، يعني أنت هيك ظلمتني أمام أصحابي. الموعد يوم الخميس، أنت جاي يوم الاثنين. هلا لو كان ينتصر لنفسه شو بيقول له؟ نزل إيدك لشوف. لا، نزل له إيده النبي صلى الله عليه وسلم هيك. إذا بده يتعامل مثلنا يا أخواننا الكرام، بيقول لهم: أنا إيمة الموعد؟ الموعد الخميس، أنت جاي يوم الاثنين، ما بتستحي على حالك. وبهدلوا النبي عليه الصلاة والسلام. صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلاه لا يأخذ راحته، هو عم يأخذ بالنبي يمين وشمال أمام أصحابه، الذي لو أشار لكسروه تكسيرا، لأنه بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ابنك واحد يفعل به هذا الفعل تسكت له؟ أبوك يفعل به هذا الفعل، نحن بنسكت لو فعل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بذلك أو ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام أمامنا، ما بنسكت لو بدنا نقتل أنفسنا. مزبوط يا أخواننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم يأخذ في يمين وشمال، هو عم يأشر الصحابة اتركوه يأخذ راحته. على الأخير قال له: أنت جئت قبل الموعد ب3 أيام، يا عمر أعطه حقه وزده 20 دينارا لأنك روعته. قال له: زيد له 20 لأنك خوفته، ما بصير تأخذ. فقال له: أشهد أنك رسول الله، ما في أخلاق في الدنيا كلها، لذلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، بمثل هذه الأخلاق إلا أخلاقك أنت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع اعتذر للصحابة لأنه أخذوا على خاطرهم منك، انزعجوا منك من تصرفك الذي تصرفت فيه. والله العظيم في أشياء يا أخوان الكرام تجعل الإنسان يعني يفكر بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كانت فعلا المعجزة له شو الأخلاق. لما دخل أعرابي في المسجد، وهي هلا بين قوسين هلا بقول لكم شغله، دخل أعرابي في المسجد وبال في المسجد. تخيلوا هلا نحن قاعدين واحد يفعلها في المسجد. فزوا الصحابة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا عليه بوله، اتركوه، ما يعني تؤذونه إذا فعلتم به كذلك، لا تزرم. مع أنه نحن اليوم بنسوي حالنا عندنا غيرة، لا بيت الله لازم نقتله. لا يا أخي، هي شوف النبي صلى الله عليه وسلم شلون تصرف. اليوم غيرتنا بتخلينا نقتله لهذا الرجل، بس النبي صلى الله عليه وسلم هو المقياس. ماذا فعل؟ قال: لا تزرموا. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم شاله ورماه برا وما ضربه بنقول هذا تصرف جيد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي يقطع عليه بوله. فكرتوا بهالحادثة قديش عظيمة؟ قال: لا تزرموا عليه بوله. بعدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، هاي المساجد ما بنيت لذلك، هي للصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يا أخوان الكرام: أنا إنسان ظلمني سنوات طويلة جدا،
إنسان ظلمني جدا، أنا لو قلت له بعد كل هالظلم اسمع أنت فعلت معي كذا وكذا وكذا وكذا، ذكرته بعيوبه، فعلت كل هذه الأفعال معي. شوفوا يا أخواننا الكرام، مع أنه الإنسان أخذ بيتي وقتل أصدقائي وقتل أولادي وقتل أصحابي، ومع ذلك أقول له أنت فعلت كذا وكذا وكذا بس أنا راح أسامحك، ألا أظهر في المجتمع محسنا؟ أظهر محسنا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكثر من ذلك. قالوا حتى من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام لم يذكر المكيين بجرائمهم التي ارتكبوها بحقه. في فتح مكة، في فتح مكة وقفوا كلهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، 10,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام. مشهد تاريخي يا ريت في كاميرات تلتقطه لتصور عظمة الخلق العظيم قلبا وقالبا وصورة ومعنى، والناس على الصفا والمروة ترقب المشهد الانتقامي بحسب مفهوم الناس الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم. والله النبي عليه الصلاة والسلام لو وقف قال لهم أنتم فعلتم كذا وكذا 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 وآذيتموني وضربتم أصحابي وهجرتموني عن مكة طول هذه الفترة 8 سنوات، تركت بيتي ظلما وعدوانا وجورا، بس مع ذلك أنا راح سامحكم، لعده التاريخ محسنا. النبي صلى الله عليه وسلم من كرم أخلاقه حتى ما ذكرهم بما فعلوا، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. شوفوا الجواب، قال لا، ما قال لهم خلاص اذهبوا فأنتم الطلقاء دغري، قال لهم لا أقول لكم إلا كما قال إخوة يوسف ليوسف، يعني أنتم أخواتي مع كل هالتصرفات، مو بس مسامحكم، أنتم أخوتي، شو عم تحكوا؟ معقول أنا أتصرف بكم هكذا التصرف؟ والله لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لا تثريب عليكم يغفر الله لكم. لا تثريب عليكم، حتى